السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة بإذن الله. غنوجد معكم العسل اللي غنستعملو في المعسلات إن شاء الله ديال رمضان. واخا تكوني أول مرة غتصايبي العسل غادي ينجح معاك 100%. طريقة ساهلة مبسطة والمقادير حتى هما متواجدين في كل بيت. تفضلي معايا نعطيك المقادير وطريقة التحضير. هنايا غادي ناخدو طنجرة ديال الضغط غنديرو فيها 2 كيلو ديال السنيدة، أنا خديت باكية فيها نيت 2 كيلو معبورة. غادي نزيدو معاها الباديان، إلا ما كانش الباديان عندك تقدّي ديري واحد معلقة صغيرة ديال أتاي حبوب في واحد فاصمة ولا توب ديال حياتي، تكمسيهم وديريهم مع العسل ديالك باش يعطيك اللوين. الباديان كيعطي اللون وكيعطي المذاق. درت هنايا واحد الحامضة قطعتها على 3 وتكيت فيها شي مسمرات نتاع القرنفل، حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين في العسل. ما بغيتيش يجيك منسم العسل نهائيًا غادي ديري فقط الحامض ولا ديري الحامض والليمون بجوج بيهم. درت إطرو ديال الماء وحطيت الكوكوط ديالي فوق العافية وبقيت كنحرك حتى دابت ديك السنيدة. من بعد غادي نسد الكوكوط وغادي ندير الصفارة، ودائمًا العافية مجهدة حتى كتطلع فيها التصفيرة في الكوكوط، كنسمعوا الصفارة كدور، عاد ديك الساعة كنقصوا العافية، كنردوها مهيلة وكنحسبوا لها 45 دقيقة. عمروا التليفون ديالكم ولا ساعة 45 دقيقة ما تفوتوهاش وما ديروهاش ناقصة باش يجيكم العسل بحال اللي كتشوفوا في الصورة. خصكم تحلوا الكوكوط تلقاو هاد الحامض هذا ولا قهوي بحال هاد اللون هذا اللي كتشوفوا، تما كتعرفوا بلي راه العسل ديالكم وجد وصدق 100%. صافي هنايا العسل ديالنا راه وجد. من بعد 45 دقيقة راه مازال الحامض كيتكتك كما كتشوفوا في الصورة. غادي نحيدو هاد الطريفات د الحامض وغادي نحيدو دوك النجيمات نتاع الباديان وغادي نخليو العسل ديالنا يبات ليلة كاملة. الغد ليه عاد نستعملوه في المعسلات باش هكا الغد ليه عاد كنعرفوا القوام ديال العسل، ياك ما محجر ياك ما فهمتوا، يعني ما غاديش يبان لكم في النهار الأول، اللون كيبان هو هذاك، ولكن الغد ليه كتحصلوا عليه بحال هاد الشكل هذا. قبل ما تستعملوه في المعسلات ديالكم شباكية ولا مقروط ولا اللي درتو ولا رغايف ولا، خصكم ضروري تسخنوه عاد باش ترميو عاد باش تطفيو فيه الشباكية ديالكم باش هكا ما تهرسش ليكم. العسل كيكون قاصح والشباكية هشيشة ورطبة، فغادي تهرس ليكم. سخنوه واحد شوية دفيوه مع واحد نص كاس نتاع المزهر كما كتشوفوا، نص كاس د العنبة ديال المزهر. صافي غير كيدفى وكيتطلق وكيكون صالح للاستعمال. إن شاء الله غادي نخدموا به المعسلات اللي جايين من بعد هذا الفيديو هذا. كنتمنى تبارطاجيو الوصفة مع الأهل والأحباب باش كلشي يستافد. خليتكم على خير، إلى فيديو قادم بإذن الله، مع السلامة.